تهنئة خاصة للزميل والمدرب القدير حقيقة الكابتن عموتة على فعلا هذا العمل اللي فعلا ذكره الكابتن منذر، عمل متميز، عمل فيه انضباط، فيه صبر، فيه أيضا جمل فنية تتوافق مع إمكانيات حسين عموتة الذي سعيد جدا بطبيعة الحال. حسين، هذه الابتسامة تلخص كل شيء. بماذا تشعر في هذه اللحظات خصوصا التأهل إلى الدور ربع النهائي؟ طبعا هذا إنجاز بالنسبة لنا جيد، يعني نظرا للظروف اللي مرينا بها، يعني منذ تسلمنا يعني المنتخب كانت بعض يعني واحد التفاوتات يعني في الإحساس في النتائج، انعدام الثقة. الحمد لله أنه اليوم رجعت الثقة منذ يعني بداية هذه المسابقة الآسيوية، واليوم صراحة عشنا يمكن الأربع فصول في مقابلة واحدة. طبعا يعني هنيئا للمنتخب العراقي، لأنه المنتخب العراقي فريق اللي هو جيد جدا، وكانت أظن أنه كان يستحق هو الأفضل وكان يستحق أن يمر الدور المقبل. لكن أنا أظن أنه اللاعبين ديالنا عرفوا كيفاش يدبروا يعني الشؤون ديال المقابله. عرفنا مثلا بعض الفترات خاصنا نصبروا شي شويه ونتلقاو ونتعاملوا مع الضغط اللي كيفرضوا الفريق الخصم باعتبار الامكانيات اللي هي موجوده الهجوميه. حاولنا نصبروا، وصلنا للشباك وهذا شيء جيد. والاهم هو انه قلبنا التاخر ديالنا لفوز اللي هو مستحق، خاصه يعني في اخر الدقائق، وهذه تظن قوه ذهنيه اللي اكتسبناها من خلال الثلاث شهور الاخيره. حسين، انتقدت كثيرا قبل البطولة، كيف ترى نفسك الآن وأنت على بعد خطوة من الدور نصف النهائي، خصوصا وأن المباراة المقبلة أمام طاجيكستان التي قدمت مستويات عالية، لكن حظوظ المنتخب الأردني وافرة جدا؟ طبعا الحمد لله أنه يعني الوضع ديالنا أكثر من رائع، وأنا تنظن أنه يجب يعني أن نثبت للجميع، ويجب أن يعني نثبت هذه يعني الثقة اللي اكتسبناها خاصة داخل المجموعة، يعني فرديا وجماعيا، لما بين اللاعبين انفسهم وبين الاطر التقنيه وبين يعني الاتحاد يعني الاردني، ولا حتى يعني مع الجمهور ديالنا اللي ساندنا يعني اليوم بكثره. تنظن انه كل مقابله لها ظروفها. اليوم كانت مقابله صعبه جدا، واظن يعني مقابله طاجيكستان ستكون ايضا صعبه، لانه في مثل هذه المسابقات يعني مع خروج المغلوب الكل يركز بالشكل اللي كبير، الكل يؤدي لانه كيلعب مقابله نهائيه لا بالنسبه لنا حنايا ولا بالنسبه للخصم، وبالتالي يجب ان نحضر بالشكل المطلوب. نتمنى اننا نكون في الموعد وان نقدم يعني مقابله جدا مقبوله. شكرا جزيلا حسين. عودة إليكم بعد هذا اللقاء. كانت جميلة جدا. أنا أعتبر اليوم هذا اللقاء هو نهائي مبكر لبطولة استثنائية، بطولة الآسيوية. ألف مبروك للزميل والمدرب القدير حقيقة الكابتن عموتة على فعلا هذا العمل اللي فعلا ذكره الكابتن منذر، عمل متميز، عمل فيه انضباط، فيه صبر، فيه أيضا جمل فنية تتوافق مع إمكانيات المستطاع تطاع، وبالتالي هذا تحقق على أرض الواقع. مبروك للأردن بشكل عام، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق. أنا ما أتكلم فنيا، لكن اليوم احنا نعيش فرحة مع الأخوة الأردنيين، وأيضا مع العراقيين في تحقيق طموحاتهم إن شاء الله في المستقبل القريب يا رب. فيصل، نقول هارد لك ليث، هارد لك الجمهور العراقي. مبروك محمود حبيب أخوي فيصل، والف مبروك للجمهور الأردني. صراحة يعني مثل ما شفنا المباراة كانت فيها تفاعل كبير، والمباراة كانت مشحونة، ويمكن من أفضل المباريات اللي شفناها لحد الحين في البطولة. مثل ما ذكرنا يعني قبل المباراة بأن الفريقين يمتلكون قوة هجومية، وفعلا شفنا الأحداث المباراة. يعني كانت يعني شفنا تقدم الأردن وبعدها تقدم المنتخب العراقي، يعني كانت كلها واجبات هجومية بشكل كبير. وخاصة يعني أنا مثل من بداية البطولة كنا نشيد في المنتخب العراقي على الروح القتالية اللي كان يعملها طول البطولة. اليوم في نفس الوقت شفنا والمنتخب الأردني أكد لنا هالشيء يعني لنهاية المباراة، وشفنا ردة فعل المنتخب الأردني. يعني مو من السهل حتى وفي حالة الطرد مو من السهل في آخر 7 دقائق في الوضعية هذه في الدور 16 2-1 خسران انك ترجع للمباراة. هذا شيء مش بسيط. نحب نبارك لهم مرة ثانية ونقول لهم ان شاء الله نشوفكم بمستوى اعلى.